السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة العشاب الصغير محل الشيف العطارين. النهاردة هنكمل السلسلة بتاعت حلقات الرز البسمتي. تاني الحلقة الأولانية احنا عملنا الرز الكبسة، النهاردة هنعمل الرز البرياني. تقريبا هي نفس المكونات مع اختلافات بسيطة، إلا إن الرز البرياني ما بيتحطلوش كركم نهائي، بيعتمد على اللون الزعفران اللي هو بنقول عليه عند العطارين التطرزين، وده بيبقى نقط صغيرة بودر بتتحط على الميه بس بعد ما الرز يستوي ويتقلب عليه او يترش عليه من بره عشان يمتزج مع لون الرز مع الالوان الخارجيه. في بعض التكات في ناس بتستخدم له شطه، في ناس بتحط عليه جوز الطيب، ولكن الغالب ان احنا بنستخدم اللي هي المقادير العاديه مع اختلاف بس لون التطرزين. تعالوا نقول المكونات زي ما احنا متعودين بالجرامات والمعلقه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اول حاجه في بهارات البرياني: فلفل ابيض، فلفل اسود نفس الحجم، كاري سواء الهندي او العاده، كزبره، بابريكا اسباني، زنجبيل الصيني الابيض، حبهان، ينسون بلدي، شمر بلدي، سنة الحلبة، فصين قرنفل، القرفة العود او الكسر، ويا سلام لو الدار صيني لو موجودة، ورقتين لوري. وكده يبقى خلصنا كل الحاجات بتاعة خلطة البرياني. هنطحن البهارات ونشوف شكلها في الاخر، واحنا بنسجل هنقول التكة بتاعة الرز البرياني. ما شاء الله اللهم بارك، حته قويه جدا، هي بيبقى لونها غامق كده شويه. ورجعنا لكم مره تانية بعد ما عملنا خلطه الرز البرياني وعرفنا المكونات بتاعتها وايه الفروق اللي بينها وبين الرز الكبسه، وعرفنا ان هي بتعتمد على اللون الزعفران اللي هو زي ده لون زعفران او تطرزين موجود عند العطار. وبكده نكون عملنا النهارده خلطه الرز البرياني. اشوفكم على خير في الحلقه الثالثه لتكمله سلسله حلقات الرز البسمتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.